ازيكم يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. بحبكم في الله وعايزاكم ربنا يخليكم. ازيكم يا متابعين يا احلى ناس؟ عايزاكم تشتركوا لي كده وتتابعوني وتعملوا لي لايكات. ربنا يخليكم. كل سنه وانتم طيبين وربنا يحقق امالكم انتوا وولادي. الروتين بتاعي يا حبايبي النهارده، اللهم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. الفراخ عملت النهارده، دي اللي انا صورت لكم اول فيديو يوم ما جبتهم. عملت فيديو معاهم، كنت جايبه الكتكوت ب 27 جنيه الوزاره، كنت جايبه 50. من ساعتها ما صورتش لان كنت تعبان. فدلوقتي وزنتهم امبارح، طلع في منهم 1700 جرام، ويعني كيلو 700، كيلو 800، كيلو 900، وفي رفيع شويه. فقلت اسيبهم للاسبوع الجاي، يعني هيكملوا. دلوقتي هم عندهم يجي 25 يوم وزن ويمكن ازيد. اول مره اجيب فراخ وما احسبش خالص. جبت لهم حبه البركه اهي، دي حبه البركه وكركم. رشيت على العلف وحطيت حبه عسل اسود برضو على العلف بساط كده، بعد التحصينات بقى، واخدين تحصيناتهم كلها. وجايبه حبه بلدي جوه اهمت 150 بلدي، عندهم يجي شهر برضه من عمر دول باذن الله من غير مقاطعه، باذن ربنا، باذن واحد احد. هبيعهم الخميس الجاي لو ربنا نفذهم. بس مفيش حاجه ماتت مني غير في الاول. اول ما جبتهم كتكوت او يعني يجي 5 كتاكيت بلد على وزاره هم اللي ماتوا من ال 200 كتكوت. كنت جايب 50 من دول و150 بلد مات، يعني يجي 5 أو 6. والحمد لله ربنا يطرح في دور البركه. بس كلفوا عليا والله ده 10000 دول، واللي في الاوضه، وفي الاوضه تاني هنا وزاره اهو، مش راضيين يطلعوا كلهم. بحب اطلعهم شويه هنا علشان خاطر بيجي لهم احتباس حراري وما بياكلوش، والاوضه سقفها واطي وعاملاها بصاج. فبطلعهم هنا شويه العصر واقعد معاهم. بتعب صحيح، بس اعمل ايه؟ بدل ما يموتوا مني على ما بيع، اخد للعيال ولادنا 10 ولا 5 6، واللي يفضل ابيعه وخلاص. اجيب حتى ربع الفلوس اللي صرفتها. والله عندي صرف عليهم يا 8 يا زياده، ولسه هجيب شكاره علف بكره تاني، وياك ما يعوزوش الا هي وخلاص. باكلهم هما والبلد كله مع بعض. والفراخ على بخت يا حبايبي. انا والله ضميري حلو، بس بتاع ربنا بقى. الفراخ على بخت رخص. قريت على النت بيقولوا الفراخ رخص، بس ما قريتش بكام. مش مشكله، زينا زي الناس، هي نهايه العالم. اللي لنا نصيب فيه هنشوف، كتير شويه هنشوف. احنا مش عايزين زينا زي الناس. بس انا لو لقيت نفسي بخسر ما عنديش هرب، لان بنتي اتبهدلت. ولاد مرات ابني سايبه لي 3 عيال بقول لكم، وغضبانه ويمكن تتطلق معرفش. فالمهم انا ايه، بنتي بقى متمرمطه ما بين عيله عندها 8 اشهر، او عيل عنده 4 سنين، وعيله عندها 5 سنين. تغسل لهم وتغير لهم، وانا اللي بطبخ بتناولني وتشتري الطلبات من بره. فروحها طلعانه، والاخر انا جبت الفراخ دي بهدلتها معاك. شكلي ما عدتش عايزه اعمل وزاره تانية. هشوف كده ما هيلموا ولا مش هيلموا، وما تعبهاش عشان حرام. ما هتعمل ايه ولا ايه؟ اشوف كده من هنا على ما ابيعهم، اشوف ربنا هيعمل ايه. او اذا ربنا فتح نفسي هتحايل عليها واحاول معاها. هي بتقول لي هاتي تاني، بس انا اللي زعلانه عشانها، ان هي بتتعب قوي ومتنكده في الاخر كده بتتبهدل. بيخلصوا الميه بسرعه بتاعتهم، بيخلصوا الميه بتاعتهم. بتحطوا لهم ميه الصبح، وبتحط لهم ميه الساعه 5 ولا 6، وبتخلص الميه منهم تاني بعد المغرب زي كمان ساعه كده ولا 2. بيشربوا كتير الوزاره، فخايفه يموتوا مني لو ما شربوش. بقعد يا عيني اقول لها روح حط، وهي من نفسها والله بتسيبني جوه وتيجي تحط لها. دي الحته دي كنت بربي فيها زمان من قيمه 7 8 سنين، قبل ما العيال ولاد ابني دولت يجوا، وامهم سابتنا وعنا طلعت احنا انا وبنتي اللي عينها طلعنا فيه. ابوهم بيروح الشغل
هو هياخدهم يعمل بهم ايه؟ وانا اللي انا بطبخ وبنتي بتحضر لهم، بتناولهم وتقلعهم وتلبسهم وتغسل لهم وبتشتري لهم الهدوم وبتعمل لهم كل حاجه والله. اهي واحده منهم اهي، وريهم يا عزه. تعالي يا عزه هنا اوريكم واحده هنا عندها 5 سنين اهي. المهم ايه اهي الفراخ فوفهم شو صغير ازاي. ودي معقوله عندها شهر؟ ما اعرفش سارده ولا ما بقتش تعرف تاكل. يعني السقايات مش كتير او العلافات. انا كنت زمان كنت عندي خبره وكنت برب، بس ما اعرفش تعبت بقى وعجزت. بقيت عنكم الكبر وحش برضه، عجزت بقى وبعمل بالعافيه. وبنتي هي ايدي ورجلي، بعمل بلساني واقول حط وحط وخلاص، واطبخ ويجيب لي الحلل قدامي وكل حاجه قدامي. انما لو انا اقدر اقوم، انا ما بعملش حاجه غير اني اروح الحمام واخش البيت واروح انام على سريري، اقعد اطبخ عند البوتاجاز اي حاجه. بس انتوا بقى همتكم معايا بقى، عايزه مش عارفه القناه تطلع للنور امتى يا حبايبي. هي دلوقتي القناه كم مشترك كده؟ لا 4000 وحاجه مشترك 700 ولا 70. ومفيش بقى ايه ما بتعلاش المشاهدات لسه. ربنا يسهل. عايزه حد يرفع لي فيديو كده ابن حلال كده، انتوا كلكم طيبين وولاد حلال. حد يرفع لي فيديو عشان يجيب مشاهدات وابدا اقبض حد. بيقولوا لما يجوا مشاهدات كتير، عارفه في القناه بتاعتي ايه؟ مفيش عندي غير 24 دولار. لازم الشرط ان انا يبقوا 100 دولار عشان اقبض. بس اعمل ايه؟ مش مهم ان احنا مستحملين، ربنا يجيب الفرج بقى. المهم همتكم معايا يا حبايبي، وبحبكم، واعملوا لي لايكات واشتراكات. كل سنه وانتم طيبين، خدوا بالكم من ولادكم. مع الف سلامه، مع السلامه.